والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى مشاهدين في العالم جوه مصر وخارج مصر. قبل ما اقول لك يا حلوه انت رحنا من صلى على الحبيب قلبك وتب عليه افضل الصلاه والسلام. من طبعا غزه وفلسطين ويمن والسودان وجميع الدول العربيه الاسلاميه بخير اللهم امين. وجمعه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير اللهم امين. طبعا الف مبروك للسنه اللي بتوع ثالثه ثانوي اللي نجحوا. طبعا الف مبروك، الف مبروك. وطبعا لو ليا طبعا تعليقات حبايبي وامهات اللي هم عيال طبعا في الثانوي ونجحوا، طبعا الف مبروك. وطبعا يلا بينا نشوف بقى طبعا يا حلوه قبل ما اقولك هنعمل ايه وقبل طبعا ما اقولك غدانا هيبقى ايه. حطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من نيات حيان وولد. وطبعا انا بشكر كل تعليق كتب لكم كومنت حلو. حطوا اللايك يا حلوه انت وهي، انت باخلين عليا بالاكل حكايه حلوه انت وهي. حطوا اللايك. وطبعا يلا بينا نشوف غدانا هيبقى يعني. طبعا يا جماعه عندنا الاكل ده من ورا خليكم مع عبد، يعني خليكم مع عبد لو عرفت يا جماعه تيجوا ورايا. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا يا جماعه انا معايا ادي دي اللحمه بتاعتي، يعني هي هتبقى اكله سريعه مع اخواتي وحبايبي وامتي. قد اللحمه وانا طبعا قشرت التومه. وطبعا ومعايا يعني دي كوبايه فاصوليا. طبعا انا ما سلقتهاش قوي فهسلقها معاكم. هتقولي ليه انت يا جماعه انا ما بسلقش الفاصوليا بتاعتي قوي عشان انا بحطها في التسبيكه، وغير كده كمان ما تتهراش مني. ودي طبعا ادي الرز بتاعي اهو طبعا. ويلا بينا نشوف طبعا يومنا هيبقى ماشي ازاي. حلوه انت وهي، وهنثبت معاكم التسبيكه ازاي. واوعي تنسي اللايك يا حلوه انت، واوعي تنسي تنزلي في التعليق صلى على النبي عليها افضل الصلاه والسلام يا حلوه انت وهي. يلا بينا هنشوف يومنا هيبقى ماشي ازاي. حلوه انت وهي. طبعا اللي عملت بقى التسبيكه بتاعتها تقولي لي عملت ايه. كنت انا قشرت البصله وخرطتها وعملت حطيت الطحينه والزيت بتاعها. طبعا يا جماعه اديك يا حلوه انت وهي في التسبيكه بتاعتك عشان طبعا يعني ما تصدش منك ولا تتحرق مني. طبعا قبل ما اعمل التسبيكه بتاعتي وقبل ما اعمل الاكل بتاعي طبعا بسم الله وتوكلنا على الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه انا ولعت على التسبيكه، ولعت على الفاصوليا بتاعتي تغلي. انا يعني مش هخليها يعني مش هعملها قوي، يعني مش هخليها تغلي قوي لان طبعا زي ما انا قايله لكم لان انا لسه بحطها في التسبيكه. وغير كده كمان يعني ما تتهرش مني، ما تبقاش يعني هريسه مني لا. يعني ايدك بقى في البصله. انا هفضل يا جماعه اقلب في البصله بتاعتي اما تديني اللون الذهبي اللي انا محتاجاه من البصله بتاعتي كده اهو. واقوم بقى نازله عليها والطماطم الفريش بتاعتنا يا جدعان. انتوا شايفين بقى كده اهو. طبعا بقى يا حلوه انتوا يا زملاء حطوا اللايك والاشتراك عشان يوصلوك كل جديد يا حلوه انتوا وهي. يلا بينا نشوف اكلنا هيبقى ايه واستنونا اوعوا تروحوا بعيد. وادي البصله بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين بقى كده اهو. بدات هي يعني تديني الشكل اللي انا محتاجاه. يا جماعه انا ما بصفرهاش قوي ولا باخد منها اللون الذهبي قوي. هتقولي ليه انا قال لكم بقى كمان ان بقى احنا في الحر، والحر ده يعني بجد ما بيحبش الطبيخ. هتقولوا امال بيحب ايه؟ بقول لكم بقى بيحب الحاجه الساقعه، اكل ساقع بيكون لسه طالع من التلاجه. طبعا يا جماعه دي ادي الفاصوليا بتاعتي اهي. انا حطيت عليها ملح وحطيت عليها نطره ملح وشويه معلقه سكر. وانا زي ما قايله لكم بقى مش هغليها قوي. فانا يعني ما دوبكش هتلاقي الطماطم مع التسبيكه بتاعتي وهطفي عليها. ودي طبعا ادي الطماطم بتاعتي اهي فريش 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 فريش. انا بقى البصله بتاعتي اهيت. يلا يا حلوه انت وهي، ويلا يا شطوره انت وهي عشان ننزل بالايه بالطماطم بتاعتي. بسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. انا يا جماعه نزلت بالايه بالطماطم بتاعتي انتوا شايفين كده بقى. واقليها ببعضها واحط عليها يا جماعه معلقه صلصه. فانا الصراحه بحط عليها معلقه صلصه. هتقول لي ندق لكم بقى يا جماعه انا بحط عليها معلقه صلصه بتحمرها لي قوي وتديني بقى الطعم اللي انا محتاجاه من ده والشكل اللي انا بحتاجه من ايه من التسبيكه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا بينا عشان نقفل على الفاصوليا بتاعتي واستنونا وهتروحوا بعيد. بعد التسبيكه بتاعتي انا حطيت عليها معلقه سكر وهغطي عليها. وتعالوا بقى يلا اما اوريكم الفاصوليا بتاعتي بعد ما عملتها. انا الفاصوليا بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. شوفوا انا يعني ما عملتهاش قوي يا جماعه زي ما انتوا شايفين. ادي الفاصوليا بتاعتي. هتقول لي ليه يا بنات؟ لكم يا جماعه انا قايله لكم ان انا مش هعملها قوي علشان طبعا انا بحطها في التسبيكه وغير كده يعني ما تتهراش مني. فادي الفاصوليا بتاعتي هي بالذات الفاصوليا او اللوبيا او اي حاجه بتحب التسبيكه بتاعتها تكون حمراء او الطماطم بتاعتها حمراء. فانا حطيت معلقتين صلصه
عشان اخلي التسبيكه بتاعته حمرا عشان خاطر الفاصوليا. ويلا بينا والف هنا اللي ياكل يا جماعه. يلا بينا عشان نفضي الفاصوليا مع بعض. التسبيكه بتاعتي اهي. طبعا حطيت الفاصوليا بتاعتي وحطيت عليها ربع كوبايه ميه. طبعا يا جماعه لقيت التسبيكه بتاعتي كتير فانا قصت منها شويه، واحط عليها بقى كده شويه فلفل اسمر وهسيبها بقى يا جماعه يعني تاخد وتدي بقى كريمه على بعضها. بس اوعي تسيبيها وتمشي عشان ما تتحرقش في حله المي في الحله ولا تلزق فيها. فاوعي تسيبيها وتمشي، خليكي جنبها. همسك بقى كده احطيها وادي الميه بتاعت اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين بقى كده اهو. الميه بتاعتي بتغلي اهي. طبعا بقى يا جماعه هنزل باللحمه بتاعتي. ودي بقى ادي طماطم، فلفل اسمر، ورق لوري، مستكه وحبهان، بص توم، بصل. انا يا جماعه اللي يعني الطبق المفضل ده انا مش هحطه على اللحمه الوقت خالص. هتقولي ليه يا رناد؟ هقولك يا جماعه انا مش هحطه على اللحمه الا لما انا اسقط الرغوه خالص وبعد كده انزل عليها. فيلا بينا نحط اللحمه مع بعض واستنونا بقى تروحوا. اللحمه بتاعتي بعد ما شقت من عليها الرغوه خالص وما عادش عليها رغوه، هنزل بقى بالطماطم وبالبصل والبيستيكه والحبهان ورق لوري وفلفل اسمر والثوم بتاعنا يا جدعان. هنزل بقى كده اهو زي ما انتم شايفين بقى كده اهي حلوه انتوا وهي. طبعا بقى انا عايزاكم بقى يلا تشجعوني وما نشوف رد خلقكم عبدوا علينا وهي على السطوح هتعمل فينا ايه يا جدعان. فيلا بينا نمرق امرنا لله ونشوف خلقكم عبدوا هيكون رد عليها ايه بعد ما تلاقيني طبخت الاكل لوحدي يا جدعان من ورا. يلا بينا. طبخت بقى وخلصت طبعا ادي الفاصوليا بتاعتي بجد بجد تحفه. دي ادي اللحمه بتاعت ادي الشوربه بتاعتي اتعسكرت. ادي الشوربه بتاعتي اهي بجد 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 اكل تحفه. يعني طبعا يا جماعه احنا مش هناكل لما بنستنى ماما. هو طبعا يا جماعه بتيجي بعد الشغل يعني المغرب. فانا عايزه بقى احط اللايك والاشتراك عشان يوصلك كله جديد من نيات حنان وعلا داوود. واقول لكم مع السلامه.